صندوق دعم الصناعة الوطني. بعض المصانع حصل على مبلغ وصل إلى 500,000 دينار. نتائجها تعمل أكثر من 30,000 فرصة عمل للمواطنين. بداية 2019 تقرر وضع ضريبة دخل على الصادرات. طبعا الأردن كان مستثنى من ضريبة الدخل على الصادرات لغاية نهاية 2018. يعني الأردن حصل على تأجيل أكثر من مرة لغاية نهاية 2018. لما أقرت الحكومة على أنها تحط ضريبة على الصادرات، طرحت الحكومة بديل لأنها تدعم الصادرات أسوة في كثير من الدول زي تركيا، مصر إلى آخره. بعد نقاش مطول الحقيقة اتفقنا على آلية بأنه ندعم الصادرات بنسبة 3%، رغم أنه كثير من الدول توصل أكثر من 10% دعم للصادرات. استثني منه بعض القطاعات، واستثني منه المصانع الموجودة بالمناطق التنموية، وهذا شجع الحقيقة الصناعة وبلشت يتنافسوا لزيادة الصادرات. وانت الجميع بيعرف أهمية الصادرات، يعني قضية الصادرات أنه كل ما زادت الصادرات حوالي مليار ربما يكون نتائجها أنها تعمل أكثر من 30,000 فرصة عمل للمواطنين. وإحنا قضيتنا الآن في الأردن جزء من أهم قضايانا هو موضوع البطالة والفقر. فدعم الصادرات بيكون هدفه الأساسي هو التشغيل والقضاء قدر الإمكان على الفقر. استمر هذا البرنامج لمدة سنتين أو ثلاثة، وارتأت الحكومة أن توقف هذا البرنامج لأسباب مختلفة، واستبدل في اللي ما يتم حاليا وهو صندوق دعم الصناعة الوطني، وهو عبارة عن أكثر من برنامج تتولاه مؤسسة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجزء بتولاه بيت التصدير الشركة المملوكة من الحكومة وغرف الصناعة والتجارة، وأيضا جزء بتولاه وزارة الصناعة نفسها. لغاية الآن هذا المشروع عمل حقيقة تطوير لكثير من المصانع اللي قدروا يحققوا الاستفادة من هذه البرامج. يعني بعض المصانع حصل على مبلغ وصل إلى 500,000 دينار. طبعا هو في تسلسل في حجم الشركة، عدد العمال، وفي الحقيقة يعني متطلبات دقيقة، وفي لجان متخصصة لدراسة كل حالة، بزور المصنع بشوف الميزانيات وبشوفوا أثر انعكاس هذا الدعم على المصنع نفسه، بده يشغل قد زاد صادرات وقد زادت مبيعات. ما في شك انه برنامج رائع داعم حقيقي للصناعة. ربما المأخذ البسيط انه بدها يعني الحقيقة مبالغ اكثر حتى تعم اكثر على يعني بداية طرح موضوع الصندوق كان اللي بيتقدم عدد قليل، فكان اجمالا معظم اللي يقدم ويحقق الشروط ياخذ. اليوم احنا بكون البرنامج بجوز بيستهدف 100 مصنع، بتقدم لنا 1000 زائد، وانا بقول بتقدم لنا لانه احنا كغرفة صناعة ممثلين في اللجنة التوجيهية لهذا الصندوق. فاليوم صار عدد كبير بتقدم، ان شاء الله انه نقدر، انا بحكي كحكومة اليوم، انه نحصل على التمويل الكافي لدعم الصناعة اكثر. انعكاسه اكيد ساهم في زيادة التشغيل، ساهم في زيادة الصادرات، لانه كان في بعض الصناعيين ربما لو ما كان في دعم الصندوق. هلا طبعا الدعم لا يعني انه المشروع لا يدعم كاملا من الصندوق، هو في نسبة تصل احيانا كانت تصل الى 60 و70% دعم، انما دائما في حصة الى صاحب المصنع انه يساهم. لكن كثير من المصانع اللي استفادوا لولا هذا الدعم لما اصلا فكر في عمل هذا المشروع، فكان هو حافز
للصناعيين اللي استفادوا بأنه يطور منتجاته، يزيد وأحيانا عمل خطوط جديدة للمصنع اللي استفاد. اليوم يعني بطمن الجميع انه رغم كل الظروف اللي تمر فيها المنطقه مش الاردن، صادراتنا بازدياد. احنا العام الماضي زادت حوالي 12%، وهذا حقيقه مش قليل للظروف اللي بتحل اللي فيها احنا، لانه صادراتنا تزيد بهذا الحجم. اليوم في تعاون مع الحكومه زي ما قلنا، في نشاط من الصناعيين نفسهم، في تعاون بين الغرفه والصناعيين، جولاتنا اللي بنعملها بالخارج، مشاركاتنا بالمعارض، هذا الصندوق، القوانين، القرارات اللي بتطلعها الحكومة حاليا مثل إعفاء الغرامات عن بعض القضايا الجمركية، القضايا الضريبية، كل هذا مجتمع قاعد بيحفز الصناعة والاستثمار. ولكن ما زلنا في باعتقادي شوطنا وطريقنا طويلة، واحنا اليوم في لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص مختصة فقط للصناعة، وقريبا احنا بنعمل ورقة عمل راح نقعد مع المعنيين، واعتقد راح نقعد مع دولة الرئيس ونحطه بالصورة بكل المتطلبات اللي ما لها اثر مالي حقيقي على الحكومة، وانما لها اثر ايجابي كثير على القطاع الصناعي، واللي بنعكس دائما زي ما قلنا على موضوع التشغيل والقضاء على الفقر والبطاله. انا اعتقد اليوم الصناعه قادره بكل معنى الكلمه انها تساهم بهذا الموضوع، وما موضوعة منظومة تطوير المنظومة الاقتصادية حملت القطاع الصناعي حوالي ثلث التشغيل في هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه قادرين إذا بنستمر إيد بإيد ما بين الحكومة بكل مؤسساتها أنه نرتقي في الصناعة أكثر، وأنه نساهم بشكل كثير كبير في موضوع البطالة.